حبايب قلبي نوجة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى يا حبايبي كده بإذن الله نعمل مع بعض بقى ايه حاجة حلوة كده. نفطر بيها الصبح. هعمل معاكم النهارده يا حبايبي الكيك اليومي العادي، وتكون هشه وان شاء الله هتعجبكم. حلو بقى الصبح كده فطار كده جنب كوبايه شاي نتعشى بيها، حلوه جدا. عارفين ان الجو بدأ بقى يبرد وبنحتاج الحاجات دي عشان تدينا طاقه شويه وباور. معايا هنا ايه يا حبايب قلبي؟ معايا هنا كوبايه ونص من الدقيق، معايا كيس بيكنج باودر اللي هو كيك شيف. بسم الله. طبعا انا دخلت كوبايه ونص من الدقيق، دخلتهم كويس، ابدا بقى اخلطهم كده كويس. اللهم بارك بالشكل ده كده، نخليهم بقى على جنب. ومعايا هنا بقى البوله بتاعتي، ولازم تكون ما فيهاش ميه خالص، تكون ناشفه كده كويس، ودي خطوه مهمه جدا عشان تديني نتيجه كيك ايه حلوه وناجحه. معايا هنا بقى يا حبايبي في البوله 3 بيضات، بركب بسم الله. ومعايا باكت من الفانيليا بالمضرب بتاعي بقى، وابدا ايه اخلط البيض. قبل ما اخلط بقى البيض هضيف كوبايه من السكر، ولازم يكون السكر بتاعي ابيض وناعم كده عشان يدينا نتيجه حلوه. ابدا بقى اخلط بسم الله. خلطت كده كويس البيض مع السكر. هنزل بقى بتلت كوبايه من الزيت، ولازم يكون الزيت بتاعي زيت ذرة او زيت عباد، ويكون من النوع الفاتح والنقي، يكون نوع زيت كويس. هخلط بقى بعد ما خلطت كده الخليط بتاعي بالشكل ده يا حبايب قلبي، هجيب كوبايه من الحليب ومعلقه من الزبده بالشكل ده، وهحطهم على البوتاجاز علشان يغلوا. انا عاوزه اللبن ده الحليب ده يغلي مع الايه مع الزبده كويس جدا. على بقى ما الحليب بتاعي يغلي بقى كده بقطعه الزبده، هجيب بقى الدقيق بعد ما ضفت عليه البيكنج باودر، وركب بسم الله، وانزل بقى كده كوبايه ونص من الدقيق، وابدا بقى ايه بالمضرب السلك اليدوي ده كده اتجاه واحد، ابدا ايه اخلط. هلاقي الخليط كله تقل معايا بالشكل ده. شايفين بقى الخليط بتاعي تقل ازاي؟ طبعا انا دلوقتي شغلت الفرن بتاعي، شايفين اهو. تاخدي بقى الجوانب كلها كده بالشكل ده كده اهو يا حبايبي. الخليط بتاعي تقل ازاي؟ تقل خالص اهو. اروح بقى اجيب اللبن، كده بقى يا حبايبي كوبايه الحليب المغلي وعليها ايه قطعه الزبده اهي، اللي معلقه زبده بعد وهي سخنه مغليه اهي كده، انزل بقى بيها بركب بسم الله على الخليط بتاعي، وابدا بقى اللهم بارك بالراحه بقى كده اتجاه واحد اهو. هتبدا بقى تفك كده معايا. كان طبعا الخليط كان تقيل، دلوقتي الخليط بقى ايه بقى مناسب اهو باتجاه كده، شايفين اهو. هتلاقي كده فوق كده فقاقيع، دي كلها ايه تفاعل بتاع البيكنج باودر مع الايه مع الحليب اهو كده يا حبايبي بالشكل ده اهو. اخد بقى الجوانب دي كلها. انا بقى جايبه هنا قالب، القوالب دي جايباها عشان بعمل فيها التورت
او الكيك العالي لو عايزاها تكون مرتفعه اهي. دي دهنتها قطعه من الزبده كده ورشيت عليها رشه من الدقيق. هنزل بقى كده بالخليط. لو جبتي اي صينيه هتديكي برضو، هتكون معاكي الكيكه هشه ومرتفعه والنتيجه بتاعتها هتبقى حلوه جدا. هبدا بقى كده بسم الله، ابدا انزل بالجمال ده كده، وابدا بقى انزل كل الخليط بالاسباتشولا كده اهو. اللهم بارك كده يا حبايبي اهو. ان شاء الله هتديكم نتيجه حلوه جدا وهتكون مرضيه بالنسبه لكم اهو بالشكل ده كده اهي يا حبايبي. وعلى الفرن طبعا ايه، مسبق التسخين، يعني مشغله الفرن او قبل ما ابدا، عشان لازم الفرن بتاعي يكون ايه، يكون سخن. يلا بقى ندخلها ايه، ندخلها الفرن. طبعا هتقعد في الفرن 35 دقيقه مش اقل من كده، وبعد كده نبص عليها. حبايبي ادي الكيكه بتاعتنا اهي، بصوا اللهم بارك، شايفين بقى هشه ازاي وجميله. طبعا هسيبها بس ايه 10 دقايق بس كده تهدى، وبعدين ايه هقلبها على الحروف كده يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده نزلت بصوص الشوكولاته، حاجه بسيطه كده، خففت ما رضيتش ايه ازود عشان ما تبقاش ايه، ما تبقاش تقيله قوي. وهنا حطيت كده صوص الفراوله اهو كده اهو يا حبايبي. انا مش عايزه اكتر فيها ايه سكريات كده، بس حاجات كده بسيطه، بس ايه تديني بس ايه طعم، وفي نفس الوقت ايه اقدر اعمل بيها كده ايه ديكوريشن حلو. هعمل هنا بقى ايه يا حبايبي، هبدا بقى كده الشوكولاته بتاعتي المبشوره، هبدا انزل كده او اضيف الاول مبشور جوز الهند نص كده اهو بالشكل ده كده اهو اهو يا حبايبي بس كده اهو. واجي بقى كده على الاطراف بتاعتها هنزل بمبشور ايه الفراوله المبشوره، الشوكولاته المبشوره كده بتاعتي اهي كده اهي. منتهى البساطه كده والسهوله، حاجه كده ايه بسيطه جدا ادي اهو. بس خلاص كده. واجيب بقى هنا كده الشوكليت شيبس وانزل بيه كده اهو بالشكل ده كده اهو كده. حاجات كلها عندنا في البيت، اي حاجه عندك اعملي بيها اشتغلي بيها. ممكن ساده خالص طعمها جميل، كيك جميله جدا هي من غير اي حاجه بدون اضافات طعمها تحفه. بس انا حبيت ايه اعمل لها شكل حلو كده بسيط بس اهي. كل الخامات بتاعتي والحاجات كلها عندي في البيت، عشان كده ايه طلعتها اشتغلت بيها. وتغيير في الكيك بتاعنا بتاع كل يوم، طبعا تفطري بيها تعشي بيها جنب كوبايه شاي بلبن كده، او فنجان قهوه حلوه جدا وجميله اهي. ما خدتش مننا اي مجهود. ادي الكيك الجميل بتاعنا اهو. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي ابني وبيتي كل حياتي، واسيبكم في رعايه الله.